تخيل أن تمتلك علما يفتح لك أسرار الكون، وحكمة تجعلك حاكما عادلا محبوبا، وقدرة على مخاطبة الطير وفهم لغات الكائنات. وتخيل أن يسخر الله لك الجن والإنس والريح، فتكون قائدا لا مثيل له في تاريخ البشرية. هذا ليس مشهدا من رواية خيالية، بل هو جزء من حياة نبي كريم هو سيدنا سليمان عليه السلام، الذي جسد أروع معاني الحكم والعلم والعدل والقيادة. نسبه ونشأته: سليمان بن داود عليهما السلام من أنبياء بني إسرائيل، نشأ في بيت نبوة، فوالده نبي الله داود كان ملكا عظيما وحاكما عادلا. منذ صغره ظهرت على سليمان علامات الذكاء والفطنة، وكان قريبا من والده يستمع إلى أحكامه ويتعلم منه. وقد عرف عنه منذ حداثة سنه سرعة البديهة ودقة الفهم. من أروع القصص التي تبرز حكمته وهو صغير أنه كان يشارك في بعض القضايا التي تعرض على والده، وفي موقف مشهور قدم حلا فاق بحكمته حكم كبار القوم، مما أدهش الجميع، وأدرك والده أن ابنه سيكون له شأن عظيم. وهكذا تربى سليمان على مائدة الحكمة والعدل، وتدرب على فنون الحكم والإدارة منذ صغره. كان يعامل رعيته برفق، ويستمع إلى قضاياهم مهما صغرت، وهذه الصفات جعلت الناس يحبونه ويطيعونه عن رضا. أوتي سليمان علما لم يعطه أحد من قبله، فقد علمه الله فهم لغات الطيور والحيوانات، حتى أنه كان يخاطب النمل والطير ويفهم إشاراتها. وهذا العلم لم يكن للترف أو التفاخر، بل استخدمه في خدمة ملكه وفي إقامة العدل بين الناس. كان يدرك أن العلم أمانة ورسالة، فوظفه لتحقيق الخير. تسخير الجن والريح: من المعجزات الكبرى في حياة سليمان تسخير الله له الجن، يعملون بأمره، يبنون له القصور، ويصنعون له الأدوات العظيمة، ويغوصون في البحار ليأتوا له باللآلئ والجواهر. كما سخرت له الريح، فكانت تنقله وجنده إلى مسافات بعيدة في وقت قصير، مما جعله يسيطر على أرجاء واسعة من الأرض دون عناء. عدله في الحكم: لم يكن سليمان ملكا عادلا فحسب، بل كان نموذجا فريدا في إقامة الحق. كان ينظر في قضايا الناس بلا تحيز، ويقضي بينهم بما يرضي الله. اشتهرت حكمته حتى صارت مضرب المثل بين الشعوب، وكان يقيم العدل بين القوي والضعيف والغني والفقير، فلم يكن أحد فوق القانون في مملكته. قصته مع ملكة سبأ: فقد أعجب بحكمتها وحنكتها السياسية، لكنها كانت وقومها يعبدون الشمس. أرسل إليها رسالة يدعوها إلى عبادة الله الواحد. وبعد أحداث عديدة آمنت ملكة سبأ وأسلمت مع قومها. فكانت هذه القصة شاهدا على حكمة سليمان في الدعوة إلى الله بالحجة واللين. عبادته وتقواه: على الرغم من ملكه العظيم لم يغتر سليمان بما أعطي. كان عابدا خاشعا يشكر الله في كل حين، ويقر بأن ما يملكه فضل من الله لا بجهده وحده. كان يقوم الليل ويكثر من الدعاء، ويطلب من الله أن يوفقه إلى الخير والعدل. لم تشغله الدنيا عن آخرته، بل كانت وسيلة يبتغي بها رضا الله. وفاته: توفي سليمان عليه السلام وهو جالس على كرسي ملكه، وظل جسده واقفا زمنا طويلا حتى ظن الناس أنه ما زال حيا، وعندما سقط تبين لهم أنه قد مات. وكانت وفاته درسا عظيما في أن الملك والسلطان والجاه لا يمنع الموت ولا يؤخره، وأن النهاية واحدة لكل البشر مهما بلغوا من العظمة. دروس من حياته: حياة سليمان عليه السلام مليئة بالعبر والدروس التي تصلح لكل زمان ومكان. فمن أهم ما نتعلمه منه أن الحكمة والعلم هما أساس الحكم الرشيد، أن القوة الحقيقية ليست في البطش بل في القدرة على العدل والرحمة، أن العبادة والشكر هما طريق الثبات أمام فتنة الدنيا، أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى الحكمة والصبر واللين. ظل ذكر سليمان عليه السلام خالدا في ذاكرة الإنسانية، تحدثت عنه الكتب السماوية، وخلدت تاريخ حكمته وعدله، حتى أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرين في العصور المختلفة اتخذوا من سيرته نموذجا للحاكم المثالي الذي يجمع بين العلم والقوة والعدل والتقوى. إن الحديث عن سليمان عليه السلام حديث عن رجل فريد جمع بين النبوة والملك، وبين العلم والحكمة، وبين العبادة والقيادة. لم يكن مجرد حاكم قوي، بل كان رمزا للعدل والإيمان والعلم.
وحياته تذكير دائم لنا بأن أعظم ما يمكن أن يتركه الإنسان بعد رحيله ليس قصرا ولا ثروة، بل سيرة طيبة وعدلا يذكر به. وهكذا ظل سليمان عليه السلام مثالا خالدا للملك العادل والنبي الحكيم.